السلام عليكم ورحمة الله الأصدقاء ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هذا الفيديو غادي يكون عبارة عن نصائح مخصصة لصحاب الثالثة إعدادي أو التاسعة. من بعد ما طلبتوه مني بزاف بما أنني جبت فيه معدل 19، جيت نهضر لكم شوية على التاسعة بحكم التجربة ديالي الناجحة فيها، واللي كنعتبرها أحسن عام فات، لدرجة أنني احتفظت بجميع الملخصات اللي كنت درتهم فيها وخدمت بهم حيث تعلمت فيها الجد والمثابرة. بالنسبة لهذا المستوى أو أي مستوى دراسي قد ما خدمتوا فيه غادي تجنيو الثمار ديالكم، يعني المفتاح ديالكم هو الخدمة، وهذا الشيء هو اللي كيغفل عليه بزاف التلاميذ خاصة في الإعدادي. كيكونوا عاد باغيين يلعبوا، عاد باغيين ينشطوا، ولكن لا، انا بغيتكم نتوما اللي كتفرجوا في هذا الفيديو خصوصا تجيبوا فيه نقط واعره باش تفرحوا بها والديكم وتفرحوا بها ريوسكم وتطلعوا لمرحله جديده اللي هي الثانوي، وانتم كلكم تحفيز وكلكم نشاط. ما نقول لكمش ما تضحكوش او لا شي حاجه، ما نقول لكمش عاود عطيوها غير الخدمه، لا، حاولوا توازنوا. راه تبارك الله نتوما قريب تدخلوا الثانوي، كتكونوا كبرتوا في العقل ديالكم وتقدروا تفرقوا ما بين صح والغلط. وحاولوا تكونوا مزيانين مع الاصدقاء ديالكم في القسم باش تخليو عندكم ذكريات زوينه معهم على الاعدادي. نبداو باش نعطيكم نصائح بعد عامه ينفعوكم في كاع المواد، عاد نفوتوا باش نطرقوا لكل ماده على حده. اول حاجه كنت كنديرها هي انني ما كنراكمش الدروس نهائيا اللي قريته اليوم، وبما انه غادي نفوت في جميع المواد اللي كنقراهم في الامتحان كنراجعوا في العشيه منين نولي. وهنا كانت البدايه ديالي مع التودو ليست، بما انها ما كانتش هاد الطريقه مشهوره بزاف. كان عندي واحد الدفتر عزيز عليا، هو عادي ديال 24 ورقه، وكنكتب فيه شنو غادي نراجع اليوم في اليوم ديالي. عاد كنبدا الخدمه باش نكون خدمت كل شيء، زائد انني كنت دايره واحد الكارني صغير كنحطو حدايا في القسم باش المهام اللي عطاونا الاستاذ او الاساتذه كنقيدهم ونخدمهم في النهار نفسه باش نرتاح منهم وبلا ما نحتاج نسول حتى واحد. وهذه النقطه مهمه، حاولوا تعتمدوا على ريوسكم، وبعدوا من التليفون والالعاب بحال فري فاير وبابجي وداكشي. راني عارفه مع كورونا غادي تكونوا درتو فيهم حاله، وراه تيقوا بيا هاد التخربيق والله ما غادي ينفعكم. غير جلسوا مع راسكم وفكروا بوحدكم، الا جلستوا كتلعبوا فيهم من هنا لما نعرف فوقاش واش غادي يفيدوكم في شي حاجه. لذلك بعدوا عليهم الله يخليكم باش تعيشوا حياتكم مزيان وتنجحوا في قرايتكم. ثالث حاجه اللي مرتبطه مع النقطه الثانيه، ما تديروش الواتساب. واخا يكون عندكم ما تعطيوش النمره ديالكم الاصدقاء ديالكم باش تخليو العلاقات ديالكم معهم حقيقيه، حيت الا بقيتوا تهضروا معهم في التليفون غادي تولي علاقات افتراضيه وتقدر تجبد لكم الصداع، وغادي تضيعوا فيهم وقت كبير بزاف. يا اما تتشكاو بيناتكم على شي استاذ وتغبنوا في راسكم، يا اما تبقاو تخلعوا بعضياتكم على الامتحان وهذه هي الخطيره، او تهضروا في التخربيق. المهم خلاصة القول، بعدوا على التليفونات. انا هكا درت وحسيت بهاد الهضره مزيان في اخر السنه، فاش كنت مشيت باش نجيب الكونفوكاسيون لقيت كل شيء مخلوع من الامتحان الا انا، وكنقول مع راسي ياك ما انا ماشي بشر، علاش كاع ما مخلوعه ومرتاحه. وتما عرفت باللي هما كانوا نهار وما طال وهما يهضروا في الواتساب على الامتحان ولا في الانستغرام اولا فين ما. غادي تقولوا لي دابا شنو غادي نديروا مع الجروبات ديال الاساتذه ديالكم؟ نقول لكم الحل سهله، غادي تدخلوهم بالنمره ديال احد الاباء ديالكم او خوتكم، وقولوا لهم فوق ما يحط الاستاذ ويكتب شي حاجه يعلموكم، وهكا تكونوا تهنيتوا من المشكل. نفوتوا دابا باش نوريكم كي ديروا تراجعوا كل ماده بوحدها، ونعطيكم حتى القنوات اللي فادوني فيها، علاش لا. نبداو بالرياضيات. حاولوا الله يرضي عليكم ما حدكم في اول السنه تضبطوا مزيان داكشي ديال الاشارات والمعادلات والمتطابقات الهامه، راه مازال غادي يبقاو تابعينكم ويوليو من البديهيات، يعني ضروري تخدموا فيهم تمارين بزاف ما حدكم في بدايه السنه. قلبوا عليهم، غادي تلقاو تمارين بزاف الو سكول مع التصحيح،
استافدوا من الموقع شويه، ما تبقاوش تديو منه غير الاجوبه ديال اللغه العربيه. انا عايقه بكم. المهم، حاولوا هاد الماده تسولوا فيها مزيان الاساتذه ديالكم، حيت هاد الشيء اللي غادي تقراو ضروري في الثانوي. ضبطوا الدروس اللي عندكم وخدموا فيهم تمارين مزيان باش القاعده ترسخ لكم في الدماغ ديالكم، بما انكم كديروا غير تطبيق القواعد. وبقاو حتى نتوما تكتبوا في اخر دفتر الملاحظات اولا القواعد اللي كتحسوا بهم كيتنساو لكم ديما. بالنسبه للغه الفرنسيه، حاولوا حتى هي تجمعوا مع الاستاذ فوكابولير مزيان في القسم، وتفهموا الدروس اللي عندكم وتحفظوا لي زيكسبرسيون اللي غادي تقراوهم، بحال ديال كيفاش تكتب شي ليتر بروفيسيونيل وداكشي. وانا راه كانت عاونتني بزاف القناه ديال واحد الاستاذه، لا في البرودكسيون اكريت ولا في لو تكست او لا ليتود دو تكست، بلا سوايع بلا والو. القناه ديالها سميتها يسرا ادوكاسيون. تبعت معها بحكم انها كتخدم بنفس الكتاب ديالنا اللي كنقراو به، وخدمت معها العام كامل وجبت 19.75 الحمد لله في الامتحان. طبعا بالاضافه لانني بقيت كندي دي زيكسبرسيون من عندها ونطبقهم في لي برودكسيون اكريت ديالي، ونخدم بزاف الامتحانات ونصحح لراسي وننقط لراسي كانني في امتحان. كندير مده معينه وكنبدي نخدم. الاجتماعيات ما كنتش نهائيا خايفة منها، والنصيحة اللي نعطيلكم فيها هي انكم تتبعوا مزيان مع الاستاذ ديالكم في القسم، باش في ساعة غير توليو للدار من بعد ما تساليو الماكلة ديالكم تنوضوا تحفظوا ديك الفقرة او الفقرات اللي كتبتو في القسم، وتحفظوا المصطلحات ديالها اللي غادي تلقاوهم في الاطار المرجعي، واللي ضروري تجبدوهم منه. ما تضيعوش وقتكم في المصطلحات اللي كاينين في الكتاب واللي هما كتار. بالنسبه للاطار المرجعي راه كنت شرحت شنو هو في الفيديو ديال اللغه الفرنسيه ديال الاولى الباك. غادي نخلي لكم هنايا دقيقه حتى إنا دقيقه باش تمشيو له ديريكت. حاولوا تشوفوه باش تفهموني مزيان. اللغه العربيه ماده سهله، ولكن باقية عقلة. كنت خايفة من الإنشاء وأسئلة نصوص بحكم أنني العام كامل وأنا كنخدم فيها غير الدروس اللغوية، وخليتها حتى اليومين توالى. باقية عقلة على داك الخوف اللي كان فيا بسببها، ولكن الحمد لله جبت فيها 20 ديالي. اشنو درت؟ بما انني كنت ساليت المراجعه ديال كاع المواد، حاولت نركز على العربيه وبديت كنخدم بزاف ديال المواضيع الانشائيه، وكنت كنحس بتحسن كبير وبستريس كيقل شويه بشويه. وحتى في الامتحان حاولت ندير لهم داكشي اللي قريناه في الفرنسيه اللي غادي عاد تشوفوه نتوما، بما انه في بزوج ديال المواد كيقولوا لك عاود لنا على شي حاجه طرات لك. وخدمت بنفس لو شيما ناراتيف، بما باننا في الاول كيكون عندنا الهدوء، من بعد كيجي واحد العنصر اللي يهرس لنا داك ليكيليبر، ومن بعد يجي عنصر الحل باش في الاخير يولي داك لو كالم. نشرح لكم كيفاش. حنا كانوا عطاو لنا نعاودوا على شي عرس فوتناه في الباديه. واخا ما فوت حتى شي عرس بديت كنتخيل لهم تما. بديت في الاول كنوصف لهم داكشي، يعني كنوصف لهم الفرحه ديالي وداكشي. من بعد قلت ليهم يعني وصفت العروس، وصفت بزاف ديال الحوايج. من بعد قلت ليهم في العرس كان كلشي كيشطح صافي. جات واحد المشكله هي انه تقطع الضوء. درت لهم بحال ديك عندي الزين. المهم تقطع الضوء، ولكن ما وقفناش تما. جات حنا زعما الجده ديالي وهزت الصينيه بالشعبيه ديالها وبدات كتطبل فيها وكل شيء بدا كيشطح وفرحان. المهم هذا هو عنصر الحل. المهم بحال هكا حاولوا بالنسبه المواد ما تبقاوش تخدموا كل ماده على حده، بالعكس حاولوا تربطوا ما بيناتهم. المهم بالنسبه لاسئله النصوص كنت كنخدمهم من كتاب سيغما، ونشوف التصحيح اللي دايرينه وقلبت على العلاقات اللي كاينين وعقلت عليهم، حيت كيطلبوا مثلا العلاقه اللي كاينه بالعنوان والنص وغيرها. وبقيت نخدم بزاف الامتحانات فيهم حتى شديت مزيان اسئله النصوص وعرفت كي ندير نجاوب عليهم. وبالنسبه لدروس اللغه كما قلت لكم الدرس اللي درناه في القسم كنعاود له في الدار من اليوتيوب ونخدم فيه بزاف تمارين، ونلخصو في شي ورقه بالالوان وكل شيء باش نولي نراجع منها قبل الامتحان.
علوم الحياة والأرض أحسن مادة قريتها. كنت كنقراها وانا فرحانه، حيت الدروس اللي غادي تقراوهم زينين بزاف وينفعوكم. غادي تعرفوا فيهم بزاف د المعلومات على الجسد ديالكم وبزاف الحوايج اللي زوينين بزاف. حتى هي حاولوا كما قلت لكم، كل ما كملتوا من شي فقره من بعد ما تكونوا تبعتوا مزيان في القسم تحفظوا الدرس ديالكم، والا ما فهمتوش شي فقره علموا عليها باش توليو تسولوا الاستاذ ديالكم عليها، او لا تقلبوا عليها في اليوتيوب. من بعد بداو تخدموا فيهم تمارين من جوجل او لا من الكتوبه. غادي تحسوا بهاد الهضره اللي غادي نقول لكم بانه الدروس اللي غادي تقراوهم فيهم زوينه بزاف بزاف، حيت غادي ما تبقاوش تحسوا بدوك جوج سوايع اللي صراحه انا ما كنتش كاع كنحس بهم، حيت داكشي كان كيعجبني بزاف. دروس مفيده يعني غادي يفيدوكم تعرفوا بزاف د الحوايج على الجسم ديالكم. الفيزياء ماده زوينه بزاف. انا كنت كنخدم وكنفهم الدروس ديالي من القناه ديال اضرار فيزيك، استاذ خطير بزاف في الشرح ديالو. وكنت كل ما نساليو دوك الزوج ديال السوايع اللي عندنا في الفيزيك، منين نرجع للدار نولي نجبد الدرس ونخدم دوك السلاسل اللي دايرهم الاستاذ في القناه ديالو اضرار فيزيك والفروض اللي حطهم، وعاد كنبدا نخدم التمارين اللي عطانا الاستاذ ديال القسم ديالنا باش نضبط القواعد مزيان وما ننساهمش. واخيرا التربيه الاسلاميه، حتى هي ماده زوينه بزاف، كتطلب الفهم بدرجه كبيره حيت فيها دروس اللي كنعيشوهم. كنصحكم بانكم تتبعوا فيها مزيان مع الاستاذ ديالكم في القسم. والجزء ديال القران اللي قريتوه حاولوا منين ترجعوا تحفظوه به بالشروحات وقواعد التجويد اللي معاه، باش من يقرب الجهوي تبداو غير تراجعوا وتخدموا امتحانات مزيان وتتعودوا تخدموا على الوضعيات المشكله. وبالنسبه للقران حاولوا تحفظوه بالشكل، يعني ما تغلطوش حتى في الشكل، حيت شي مره كيطلبوا لكم مع الشكل وإلا غلطوا غير في شي حاجه راه ينقصوا لكم عليها الصفر 25 فتحه او كسره او غيرها، كينقصوا لكم عليها صفر 25. اما الا ركزوا مزيان، الا في الامتحان ما حطوا لكمش مع الشكل، يعني تما ما كاينش داعي زعما باش تشكلوهم، حيت الا شكلتوها مع عاوتاني غادي يضيع لكم النقاط. واهم حاجه نقولها لكم هي انكم تخدموا الامتحانات بزاف 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 وتفهموهم وتحضروا عقلكم من تكونوا تخدموهم، حيت انا كنت دايره عاود واحد الدفتر كنت مخلياتو الامتحانات، يعني الحاجه اللي ما عمرني شفتها كنكتبها، يعني كان خدمت الامتحانات ولا تصادفت مع شي سؤال جاني صعيب او لا ما فكرتش فيه او لا جاني مثلا جاني عمرني شتو او لا، كان نقيدو في داك الدفتر وبه باش راجعت في الامتحان، يعني قبل ما ندخل راجعت داك الدفتر باش الحمد لله جاني داك الشيء ساهل. وفي الاخير كنبغي نقول لكم اجتهدوا، ضحكوا شويه لعبوا شويه، ولكن قراو بزاف، حيت وقت الجد جد، وفي الصيف ما ترتاحوا، خصوصا الى جبتوا النقطه اللي كتحلموا بها ان شاء الله غادي تجيبوها. وبعدوا من اصدقاء السوء، وحاولوا تخليوا علاقتكم ديما مزيانه مع الزملاء ديالكم في القسم باش تفوتوا جميعا سنة دراسية ممتعة وحافلة بالنشاط والجد والمثابرة، وتخليو كما قلت لكم ذكريات زوينة مع بعضياتكم على الإعدادي. دابا نتمنى لكم التوفيق، ونخليكم مع الملخصات ديالي، ديروا لهم سكرين باش يبقاو عندكم ويعاونوكم. كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، حيت قدمت فيه صراحه مزيان وفيه معلومات مهمه اللي غادي تعاونكم بزاف وتعاون الاصدقاء ديالكم. ما تبخلوش عليهم حتى هما، بارطاجيوهم مع الاصدقاء ديالكم. في امان الله.